مرحبا اعزائنا في كل مكان، مرحبا اعزائنا في كل بيت. يا رب ما يقطع لنا عادة ولا يحرمنا منكم ولا يحرمكم منا. في الحلقه المره دي جايبين حاجات جديده كده، حبشتكنات. الحلقة دي زي ما انتم عارفين من الحلقة اللي فاتت ان هي حلقة العروض، جايبين لكم يا عزيزي 3 عروض، التلاتة اجمد من بعض، حاجة كده يا عزيزي على قد الجيب، وبنحاول على قد ما نقدر نوفر لكم اكتر من 100 جنيه في كل عرض. فتعالى بقى نخش سيكا سيكا ونشوف ايه العروض اللي احنا جبناها الحلقة دي. واول عرض معانا حسونة اوبا حسونة، طالع حسونة عزيزي والله. لقيت عرض يا عزيزي جامد جدا. قال ايه ب 80 جنيه 3 سندوتشات كلها زي ما انت شايف فرنش من الكبيره دي. قال لك ايه، واحد بانيه واحد كبده. وزي ما انت شايف يا عزيزي ده شكل العرض، حبه البطاطس والمخلل وسندوتشات اللارج بتاعتنا. ده غير كمان السغنطوطه الصغطه اللي طالعه دي، مش محدش عارف لها صاحب مين. تعالى بقى يا عزيزي ناخد غطسه غطوسه في السندوتشات ونشوف ايه الكلام. والسندوتشين هما طبعا البانيه والكبده. تحب تبتدي باهني الاول؟ أنا بحب نبتدي بالبانيه. زي ما انت شايف يا عزيزي السندوتش بيبقى كبير ويعني ايه، خس مايونيز. يعني انا عجبني حجم السندوتش بصراحه. يعني انا اول مره اشوف يعني ايه فينه بالحجم ده بصراحه. حجم كبير زي ما بيقولوا. كبير هتجيني وريني لما انت تبقى مش قادر يا عيني. بس هل بقى الكبير ده هيبقى يستاهل الطعم مقابل السعر؟ انا حتى شايف ان هو ممكن شخصين ياكلوه، لكن يا عزيزي انت لو راجل اكيل وعايز بقى ايه يعني جعان جدا، وتروق ممكن على نفسك تاكل اصلا كل ده لوحديك. بس تعالى نشوف جوده الاكل، وهل البانيه هيبقى حلو ولا اي كلام. السندوتش يا عزيزي حطوا عليه كشطب وفي تقريبا مايونيز كمان. انا مش حاسس يعني ان السندوتش مليان، هو مهوي شويه، حجمه كبير بس مهوي. هو مفيش حشو بصراحه. وبعدين الطريقه اللي هو عامله اللي هو يحط خضروات مع البانيه مش اجمل حاجه، خيشه معاه بصراحه. الخس مش راكب، مش عارف الخس. ده مش خس. الخس بتاعه ده مش خس، ده جرجير. ده مش شبت على بقدونس على كزبره. هي حاجه خضراء محدش عارف ده ايه. ده مش اكل خضروات. هو ده مش خس صحيح. ده مش خس. هو تقريبا راح وجاب وحط وخلاص. طب حط طماطم، حط بصل، حط بيكلز، مخلل، اي حاجه تدي يعني البانيه. ويعني البانيه حتى مش بانيه ناشف، مش حتت كبيره، حتت صغيره. حسونه باي باي. لا بس خد بالك حسونه ده مش ملعبه. يعني حسونه ده زي الشبراوي كده بتاع طعميه وفول والكلام ده، فهو بطل ان هو بيعمل الكلام ده. وزي ما بيقولوا ده مش ملعبه. يعني انت مفروض لما تجيب حاجه زي كده ده مش مكانها. لكن انا عزيزي شفت العرض جامد بصراحه، وسعره كان جامد، وكان هيبقى اجمد يا اعزائي لو جاي معاه السندوتش التالت. كان هيبقى بصراحه تحفه، يعني حاجه كده موفره جدا. لكن ده مش بقى هل حسونه جاب ورا غير رايه. هنبقى بقى اعزائي نشوف الحوار ده ايه بعدين، لان طبعا الاكل اتاخر واحنا كنا جعانين، فكان مفيش وقت لتبيت عشان سندوتش تاني. لكن هو ستيل يعني هو كده برضو ايه شغال، منزل لك معاه بطاطس ومخلل. دوت المخلل صحيح؟ لا ما دقتوش، ما بحبوش. بس تقييم السندوتش ده 3 من 10. طيب ما عجبناش البانيه. تعالى بقى نشوف الكبده الاسكندراني. انا بصراحه اكتر حاجه غرياني اعزائي في السندوتشات دي ان هي حجمها كبير. انا ما شفتش بالحجم ده. السندوتش حجمه مش طبيعي. يعني ده مش سندوتش، ده مش سندوتش 48. يعني ده لوحده بره العرض 48 جنيه. يعني انا السندوتش ده في كوك دور ممكن يعمل رقم. يعني ده لوحده ممكن يعمل 80 90 جنيه في كوك دور في اماكن اللي هي البراند. يعني امسك كده تشوف عزيزي الخلطه بتاعه الكبده معروفه، محطوط فلفل وبصل. يعني الخلطه الكبده اسكندراني معروفه. يعني في حاجات ان هو واضح من المطعم طبعا ان هو اكله حلمنتيسي. بصراحه الكبده حلوه، الكبده ما فيهاش خلاف. الكبده بتخليك تقول كلام في محله، مش حل وحل. ولو يستخدم نفس التتبيله دي في البانيه تبقى زي الفل. اللي هي ايه بقى، بطاطس، خيار، بصل، تشوح. في حاجات يعني في حاجات كتيره. بس انا بقول لك يعني دلعني ادلعك. هو واضح جدا ان ده مش ملعبه. بيعمل سوسيس، بيعمل سجق، بيعمل يعني حتى في عرض تاني ممكن نبقى نعمله في فيديو كده منفصل، كان جامد جدا. فهو عروضه كلها الجامده في الطعميه والفول والبطاطس، القشطه بالمايونيز الحاجات اللي هي الحرشه. يعني زيد السندوتش ده بجداره كامل. انا كنت طبعا متخيل ان هيجي مع الاكل لو كاتبين باكيت البطاطا. هو طبعا اللي مكتوب حماده واللي جاي حماده ده البطاطا، مكتوب باكيت فرنش فرايز. فانا توقعت ان في باكيت فرنش فرايز يا عزيزي هتيجي. مش شيبسي طبعا ده شيبسي مش فرنش فرايز، ده حاجه زي ما بيقولوا ده حاجه ثانيه خالص. بس يعني ايه زي ما بيقولوا كمالة عدد. ويعني ايه لو انت جعان هتعضعض فيه. بطاطس عادي خالص، يعني ايه في العادي منه زي ما بيقولوا كده. مش طرش، البطاطس مش طرش عاديه. في حاجات كده بتاكلها بتبقى طرش. حاسس انه طرش ولا حاسس انه عادي؟ جامد طرش ده. عادي والله، في العادي منه اقل من العادي كمان. يعني ده ما يستاهلش حتى ب 2 3 جنيه. وبعد كده المخلل العزيزي بتبقى حلاوته انه يبقى فيه حاجات تانية، زيتون وخد بقى قرنبيط. لكن هو من كتر ما هو مالوش في
في المخلل حطيت لك جزر ولفت بس. ده حتى الجزر بتاعه مش حلو يعني دول اتنينات على قد حالك. شد حيالك. البانيه 3. طبعا اغلى حاجه كانت معانا هي الكبده 6، فالعرض ب 80 جنيه حلو. كان هيبقى اجمد لو جات معاه سوسيس، لكن كده على وضعه هنديه يا عزيزي يعني بمنتهى كده يعني ايه الحلمنتيسي 6 من 10 الحلو. 6 من 10 حلو قوي على العرض. طيب احنا كده سخنا بحاجات حلمنتيشي، تعالى بقى نخش في التقيل شويه. يلا بينا. هوبا سكالوبا تاني عرض معانا للناس بقى الايه اللي بتحب المشويات. الميكس جريليس تمام يا عزيزي. هوبا ده طبعا مطعم شاورما. واحد هيقول لي شاورما ده معروف انه في السعوديه، لا في شاورما مصري. وبعد كده تاني الشاورما التاني سعودي. في فرق. ده حماده وده حماده تاني خالص. كل اللي فات حماده وكل اللي جاي حماده تاني. ده بقى يا عزيزي عرض كده ميكس جريل. العرض ده عزيزي ثمنه قبل التخفيض 200 جنيه، احنا جبناه ب 150 جنيه. طبعا الحاجات دي كلها زي ما انت عارف عزيزي ضربت كل الحاجات المشويات والحاجات دي، ف 150 جنيه على حاجه زي كده دلوقتي ده تحفه. وزي ما انت شايف يا عزيزي ده عرض الماكس جريل على بعضيه. البيبسي اللي جايه سايد ده غير العيش والرز اللي شكله تحفه، ده غير كمان سجق بلدي وحبه كفته وشيش طاووق اللذيذ، والسايد بتاعنا او الدب الطحينه. يلا بقى نغطس غطسه غطوسه ونشوف ايه الكلام. هوبا نفتح الطحينه. يلا بينا. اول حاجه احب اجربها قوي اللي هي الايه ده السجق البلدي اللي هم عاملين. هي الكميه بصراحه بتاعه المشويات واللحوم اللي محطوطه في الدش زي ما بيقولوا يعني ايه حلوه ومش قليله. واهم حاجه يا عزيزي مع الاكل هي الطحينه. اللهم اديله طحينه، اللهم اطحن الزعيم. يعني دي حاجه يعني بتخلي الهوايه طعمها جامد، بتخلي طعمها جامد كيك. سجق حلو وشيش طاووق تحفه. دخلت كمان في شيش طاووق. طب انا هشوف الكفته. تعالى لي خش معايا يا زميلي يقول لي الكلام. الطحينه بتاعتهم مظبوطه زي ما بيقولوا ضبط الجاتوه. انا بصراحه عجبني قوي الكفته، بهاراتها حلوه مظبوطه، لحومهم كلهم لذيذه. يعني بقول لك استنى كده نشوف دقيق شيش طاووق كمان. 3 يا عزيزي اجمل من بعض. شيش طاووق سجق كفته 3 من جموديتهم انت مش عارف تحدد مين احلى. طبعا كل حاجه يا عزيزي في الميكس جريل اوفر اجمل من بعض. وانا بصراحه اتفاجئت خصوصا ان شاورما معروف طبعا ان هو بتاع شاورما. لما شفت الاوفر ده كان لازم نجربه وما خزناش وطلع جامد. فانت بقى يا برنج بعد ما دقت الكلام ده بسلطتك بابا غنوجك شايف العرض ده يستحق كام؟ يستحق 8 من 10 زي ما بيقولوا كده هوبا سكالوبا في الجول. الله عليك الله عليك. تقنص اهم حاجه يا عزيزي في الاكل ان انت تستقنص. استقنيص. قلت ايه؟ ناخذ بعد راحة. لا التانية. استقنيص. يا نهار مش فايت. امال احنا بناكل ليه يا عزيزي؟ عشان ده كيف. اعزائي الاكيله فاهمين كويس جدا الكلام ده. الاهم يا عزيزي من الاكل التكييف في الاكل. ظبط الاكل، وهم بصراحه عارفوا يظبطوا الاكل. امال ترى بقى يا هل ترى يا عزيزي بعد بقى ايه ما شفنا المشويات وشفنا السندوتشات الحلمنتيشي والكبده والبانيه، ايه الاوفر التالت معانا؟ طبعا للناس اللي بتحب الفطير وبتحب البيتزاهات الشرقي جبنا لكم من ماجستي. اوبا يا معلم الحاجه التقيله اللي مخبيينها لكم في الاخر. تعالى بقى الاوفر ده عباره عن ايه؟ الاوفر ده يا عزيزي عباره عن طبعا فطيره صغننه تمام سوسج اورينتال، ده غير كمان ان بيجي معاها كاستر برضه فطير زي ما شايف عليها كريزه. اهم حاجه في الكريزه دي تعرف يا عزيزي انا وانا صغير كنت في التورت الكريزه دي انا بنقيها من على وش التورت. انا مبسوط ان انا شفتك قوي النهارده والله. استاذه كريزه دي فكرتني بذكريات زمان دي. العرض ده يا عزيزي على بعضيه ب 119 جنيه. وزي ما انت شايف يا عزيزي ده العرض الجامد الشديد من ماجستي. عرض فطيره اورينتال يا عزيزي يعني بالسوسيس، وده غير كمان ان نزل معاه فطيره كاستر لذيذه. تعالى بقى نغطس غطسه غطوسه ونشوف ايه الكلام. نبتدي بالحادق الاول اللي هي الفطيره زي ما انت شايف السجق. تعالى بقى ايه الفطيره يعني انا مش عارف دي صغيره، كنت اتخيل ان حجمها بقى اصغر من كده. يعني انا ازاي لما بطلب بالمطاعم بيتزا بيقول لك صغيره بتيجي كده يعني ليترلي حاجه قد كده فاهم. معلش برضو ماجستي مطعم شرقي فبيتوصى شويه. الفطير متوصي. تعالى نشوف بقى هل هو متوصي في الاكل كمان ولا من اول قطه. يعني من اول قطه طعم يا عزيزي السجق طعم السوسيس طبعا هي فيها ميكس طماطم جبنه المورتاديلا اللي هي موتزاريلا يعني كله دايب جوه الفطيره. تحفه تحفه تحفه. لسه احنا كنا جربناه زمان تقريبا من سنه او سنه ونص. نفس المستوى اللي هو سمناه. طعمه من احسن المطاعم يا عزيزي اللي انت تاكل منها فطير. يعني هو ممكن يبقى غالي سيكا بس الكلام ده طبعا قصاد الايه؟ قصاد الجوده. حدقنا يا عزيزي. تعالى بقى ايه نحلي. وزي ما انت شايف الحلو معانا في الاوفر ده الكاستر. الاوفر يا عزيزي بيخليك تختار انت عايز سكر ولا عايز كاستر. احنا جربنا سكر قبل كده اللي فاكر معانا في العرض تقريبا اللي فات او اللي قبليه كان معانا الانفوش وكان برده فيه اختراع كده ونازل معاه تيرت حلو. المره دي احنا قلنا لازم نجرب الكاستر. اهو ما سابكش قال لك كاستر وسكر وراك والزمن طويل.
اجري يا مجدي. بصراحه انا حاسس ان انا ماسك في ايديا تورته، يعني الكريزه دي حاسس ان انا ماسك تورته مش فطيره. بس تعالى نشوف، ناخد اول واحده نشوف الكلام. احلى حاجه عزيزي في الفطير ان انت بتحس ان انت مليانه زبده زي ما انت شايف، بتشر هي سكر وبتشر، بس هي خد بالك تجيب لك سكر. كاستر مع السكر، لا مخدومه حلوه جدا ما فيهاش غلطه، ودي تاخد 9 عشان هي مسكره وانا بحب الحلويات. يعني كده الاثنين احلى من بعض. يعني ماجستي يفوز معانا في العروض اللي موجوده كلها، احسن واحد طعم وجوده. عشان كده اعزائي انا كنت مخلي العرض ده في الاخر لان انا واثق في جوده ماجستي بصراحه، يعني مطعم جامد جدا وعمرنا ما جبنا منه قبل كده وخزنا او طلعت منه حاجه تعبان. انا شفت حسونه كان في حاجات وسندوتشات جايه كاتب في العرض حاجه وجاي حاجه تانية، شاورما برضه حلو. لكن العروض بتاعت الاسبوع ده كانت حلو زي ما البرنس قال، اجمد عرض كيفنا المره دي كان ماجستي، يمكن عشان احنا مايلين شويه الفطاير ويمكن ده فعلا اعلى عرض واخد سكور معانا. يا رب اعزائي تكون الحلقه دي عجبتكم واستمتعتوا معانا يا اكيله، ومستنيين منكم كومنتات بالريفيوهات والاوفرات اللي انتوا شايفين ان هي حلوه او انتوا سمعتوا عنها وعايزين حد يجربها عشان يقول لكم وانتوا ما تصرفوش. ابعت لنا انت بس يا عزيزي واكتب لنا واحنا هنجرب وهنقول لك. ما تنسوش صفحه الفيسبوك هتلاقوها هنا اهوت، وصفحه الانستجرام هتلاقوها هنا اهوت، واهم حاجه نسينا نقولها للناس ان ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والهاشتاج هاشتاج يا عزيزي، فعل هاشتاج اكل الديابه، ادي زوبه زقه. عايزين نوصل لاكبر عدد من الناس الفايقه الرايقه اللي بتحب الاكل واللي بتدور على كل جديد. احنا منتشرين على كل بلاتفورمات سواء كان انستجرام او فيسبوك او حتى تيك توك، مستنيينكم تتفاعلوا معانا على كل البلاتفورمات. ويا رب تكون الحلقه دي عجبتكم، ونشوفكم في حلقه جديده من تحديات اكل الديابه. بيس.